السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومقارنة جديدة. طبعا احنا كان نفسنا نكمل في موضوع مقارنة المشويات، بس الماديات اليومين دول بعافية، فاحنا قررنا نجيب كحك وبسكوت النهاردة إن شاء الله مقارنة جديدة بين حلوان أبو عادل وحلوان الصعيد بمناسبة العيد إن شاء الله. النهارده المقارنة بتاعت النهاردة احنا جبنا علبة كحك ملبن من حلوان الصعيدي، دي وزنها نص كيلو، تمام. علبه مشكل من حلوان ابو عادل. احنا كنا عاوزين نجيب مشكل من الصعيدي، بس الهايبر اللي احنا شاريين منه ما كانش متوفر فيه غير الكحك بملبن بس، تقريبا الكميه اللي كانت عندهم خلصت. فاحنا هنبدا بحلوان الصعيدي اول، نفتح العلبه ونشوف جواها ايه. طبعا هنتكلم عن التغليف بتاع حلوان الصعيدي فوق الممتاز. العلبه شكلها شيك خالص، يعني التغليف شكله متين وكويس خالص يعني. اللي عاملين الكحك على العلبه زي ثلاثي ابعاد كده. بسم الله. دي شكل العلبه من جوه، طبعا شكلها بنت ناس خالص، تمام. الكحك تحسه تعليم لغات كده، تمام. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و2 دول 20 قطعة. وعلى فكرة هم كاتبين هنا برضه، كاتبين 20 قطعة. وجايبين معاهم السكر اللي هو المطحون، سكر ناعم، بحيث ايه اللي بيحب يحط سكر وكده. هنفتح دلوقتي وندوق. العلبة حتى من جوه متغلفة كويس خالص، يعني حتى لو انت نسيت العلبة مفتوحة ولا حاجة مش هتاخد رطوبة ولا كترة ولا الكلام من ده. هم مغلفين كل 4، تمام، لوحدهم كده. اللي حاطين سمسم فوق، كحكايه شكلها ناعم، ريحه السمنه البلدي واضحه قوي في الكحك، تمام. هنجرب ندوق. الكحك طري خالص خالص، كميه الملبن اللي جواه مناسبه. بسم الله. عارف، هي ريحه السمنه البلدي واضحه اكتر من طعمها في الكحك، يعني طعم السمنه مش واضح هنا خالص. الكحكايه بتبوش في البق خالص، مفيش بس الموضوع السمنه البلدي اللي هو الريحه بس، اما الطعم بتاعها مش موجود خالص. بس عموما لا، هي كويسه، خفيفه في الاكل كده وممتازه خالص. ممكن هنجربها بسكر، تديها طعم احلى برضه. الطعم بقى احسن، بس برضه مش احسن حاجه، يعني انا حاسس ان فيه احسن من كده. كحكايه ناعمه خالص، بتبوش في البق. الموضوع السمنه البلدي، يعني انا حاسس ان انا باكل اللي هو كحك عادي بسمنه عاديه. التجربة ممتازة خالص. أنا تقييمي لحلوان الصعيدي مثلا في الكحك النوع ده بس ممكن من 8 من 10، تمام. هنجرب دلوقتي حلوان أبو عادل. التغليف برضو يعني النوعين التغليف بتاعهم كان كويس خالص، يعني هم مهتمين بالتغليف قوي، تمام، ودي حاجة كويسة. مهتمين بموضوع التغليف جامد.
بحيث حتى اللي ايه احنا شاريين دي من هايبر، لو فضلت هناك مثلا فترة او حاجة يبقى انت كأنك لسه واخدها من مصنع من عنده. بسم الله. استنى عاوز اشوف حاجة. كان في حلوان الصعيدي ما كانوش حاطين كيس، كان كل علبة متغلفة كل حاجة متغلفة لوحدها كده. تمام. اللي عند ابو عادل هو في كيس كبير ده. تمام. وكل حاجة من جوه وعاملين، بص تعالى كده، بص علبة بلاستيك من جوه ومتقسمة 4 أماكن. تمام. هنا البسكوت، هنا الغريبة، هنا البيتفور، وهنا الكحك. حابب أقول لكم بس إن أبو عادل جاب كمية سكر أكبر. تمام. هي العلبة دي كيلو بس كمية الكحك اللي فيها 2 4 6 7 كحكايات معاهم كمية مصنوع من الورق فسهل إن هو يتقطع. العلبة التانية كانت 20 كحكاية بس السكر بتاعها كان أقل. هنجرب دلوقتي الكحك. شكل الكحكاية. تمام. بسم الله. بص من جوه. بص كمية الملبن هنا كانت أكتر من الصعيدي. بس هنا مش حاطين سمسم، كان في الصعيدي كانوا حاطين سمسم. ريحة السمنة البلدي واضحة قوي قوي هنا. تمام. بسم الله. كحك أبو عادل في حتة تانية خالص. حاجة كده اللي هو يعني لو هيعملوا ستاندر في الكحك هياخدوا من أبو عادل عشان يعملوا عليه. هنجرب مثلا بالسكر نشوف. هي الكحكاية أجمد من الصعيدي شوية، بس برضه لسه بتبوش في البق. سمنة البلد واضحة في الريحة وفي الطعم. كحك أبو عادل في حتة تانية خالص. هنجرب بقى يا جماعة دلوقتي البسكوت. بسم الله. شوف ده شكل البسكوتة بتاعتهم. البسكوت هش خالص. تمام. بسم الله. محمص خالص يعني نسبة التحميص ظاهرة فيه. ريحة وطعم السمنة البلد واضحين. عارف انت اللي هو مش هتختلف عليه. ده هيبقى مع الشاي ممتاز آخر حاجة. كان نفسي يبقى الصعيدي نجيب العلبة مشكل بحيث نقارن ده بده، بس ممكن إن شاء الله المرة الجاية نعملها. البسكوت بيدوب في البق. العجينة بتاعته هشة خالص. تمام. هيبقى مع الشاي تحفة. هنجرب دلوقتي البوتفور. ده البوتفور بتاعه. بسم الله. عارف انت البوتفور هو عجينة البسكوت ومعمولة على شكل البوتفور ومحطوط عليها الشوكولاتة بس، يعني مش بوتفور ولا حاجة يعني. بسكوت ومحطوط عليه شوكولاتة. دلوقتي هنشوف الغريبة شكلها كده.
السمنة البلدي. بص هي خفيفة قوي، يعني العجينة بتاعتها خفيفة بسيطة جدا، مش فيها حاجة يعني زيادة ولا حاجة. بس أنا يعني مش لاحق أقول عنها حاجة إيه. عارف أنت اللي هو السهل الممتنع ده، هي دي البوتفور بتاعهم. بس اللي كان يعني المفروض يزودوا فيه حاجة، يعني إيه، يعملوا عجينة بوتفور يزودوا ممكن جوز هند أو حاجة عليه. الغريبة خفيفة، يعني أنا ممكن آكل كيلو غريبة في دقيقتين. تمام. بس يا جماعة اللي احنا كنا محتاجين فيه تعديل، بس يعني نحاول نهتم بالبوتفور شوية صغيرين. بقية المنتجات كلها كويسة خالص، تجربة ممتازة، أنصح الناس تجربها. تمام. احنا شارين حاجات من هايبر، كنا محتاجين نقول على الأسعار. النص كيلو بتاع الصعيدي بتاعك تحت بالملبن كان بسعره ب 110، ممكن يكون ده جايز